السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بقى خشوا على الفيديو كده الجامد كده، وحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان ينزل لكم كل الفيديوهات. بص بقى المقلب بتاع حمدي وفاء ده اللي قلب الدنيا كلها. المقلب بقى اللي هم فاكرين ان احنا ما نعرفش المقلب، للاسف اتضحك علينا احنا. هو عاملين المقلب ده علينا احنا يا جماعة. المقلب كان كله يعرفه، حتى وفاء وكل الدنيا كانت تعرفه. في اسباب كتيرة تبين ان وفاء كانت عارفة المقلب من اوله لاخره. اسباب كتيرة جدا 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 عرفت ان وفاء عارفة المقلب ده. فهو اتضحك علينا احنا، مش اتضحك على وفاء، اتضحك علينا احنا. فالجمهور طبعا بيحب بقى الهلس وبيحب الحاجات دي. الجمهور بيحب بقى اللي ايه، اللي في مقلب يجروا يتفرجوا، وده وده حتى لو مضحوك علينا بيحبوا ان هم يتفرجوا على المقلب ده. هقول لكم ليه. اول حاجه دلوقتي لما حمدي لو خدتوا بالكم من الصوره اللي هو نزلها دي، وفي صوره تانية كان منزلها اللي كان بيقول حطوا لي 50 لايك على الصوره و... وهنزل لكم المقلب ومش المقلب والجو ده. على فكره الصوره بين الصوره دي وبين الصوره اللي هو متصور بين الكمامه، هو عاملها فوتوشوب. عاملها فوتوشوب. هو لا قاعد في الكمامه ولا قاعد في وسط الكمامه وتصور ولا الجو ده خالص. هو كان عاملها فوتوشوب. لو ملاحظين جيبوا الصوره دي وتجيبوا الصوره دي وانتوا هتعرفوا. تاني حاجه، ازاي حمدي يخش يستحمى في حمام السباحه ماشي ومحدش يحس بيه؟ لا وفاء تحس بيه ولا العيال يحسوا بيهم ولا حدش يحس بيهم. ازاي؟ انا مش فاهمه ان حمدي يقعد 48 ساعه في اوضه زي ديت وبيقول لك الناموس والحر والجو ده. لا انا مش مصدقه الكلام ده خالص. الكلام ده هما متفقين مع بعضيهم. وفاء كانت عارفه كل حاجه من الكاميرات. وفاء عرفت كل حاجه. ليه بقى؟ دلوقتي الحاج جابر اساسا ما بيعرفش يصور. تمام كده، الحاج جابر ما بيعرفش يصور. هم عياله اللي بيصوروا وعياله اللي مشغلين القناه بتاعته وكده. الحاج جابر لما كان رايح لحمدي في الاوضه عشان يديله اكل ويديله مخده وكده عشان يقعد يعني في الاوضه. مين اللي كان مصوره؟ مين اللي كان جاي ورا الحاج جابر وكان مصوره؟ الحاج جابر اولا ما كانش ماسك تليفون في ايده ولا اي حاجه. مين؟ اعقلوها كده وانتوا هتعرفوا. طبعا هي وفاء طبعا ما شافتش الحاج جابر وهو طالع وهو نازل. طب ماشي سيبكم من دي. وفاء ما شافتش الحاج والحاجه لما خدوا الاكل وراحوا هما الاتنين يدوا الاكل لحمدي؟ ازاي يعني؟ بصوا في في كذا حاجه تحسوها ان ايه، ان وفاء عارفه المقلب ده. بس هو الناس كانت متحمسه في الاول. المقلب. وانا عن نفسي اول واحده صدقت المقلب جدا. بس لما دخلت في تفاصيل الفيديو نفسه وتفاصيل المقالب دي كلها، آه بصوا لا في حاجه غلط. فاهمني؟ في حاجه غلط. لو كنتوا شفتوا الفيديو كويس في حاجه غلط. ووفاء طبعا مثلت الدور تمام تمام جدا. مثلته مية مية. والحاجة جابر الحاجة سعدية كله عارفين المقلب، وكلهم أصلا ناويين يعملوا مقلب في الجمهور، في المتابع، مش في وفاء. طبعا وفاء لما انتوا لو يعني احنا لو احنا كنا فعلا مصدقين المقلب زي ما قلت لكم، وهو هيعمل مقلب في وفاء وكده. وفاء في عز يعني زعلها على حمدي لما ساب لها البيت ومشي. ازاي بنتها ندى ماسكه التليفون وبتصور وكده، وهي شايفه امها وجدها وجدتها شايفاهم ان هما متضايقين وزعلانين وكده، وليه بتصور؟ يعني المفروض ما تصورش. ده مش وقت التصوير اصلا. المفروض وفاء تقول لها لا اقفلي الكاميرا دلوقتي، ما فيش الكلام ده دلوقتي ومش عارفه إيه. لا لا في حاجات في المقالب بينت ان وفاء عارفه المقلب، واحنا شربنا المقلب خلاص. ما انا صح احنا اللي شربنا المقلب. فكل مقلب وانتوا طيبين. هو كان مقلب جميل جدا. بس انا مش حابه ان كنتوا تضحكوا على الجمهور، لان في ناس كتيره زعلت على حمدي وقعدت تعيط عليه لما شافت منظره وهو بيعيط. انا كواحده الصراحه والله العظيم عيطت عليه لما شفت المنظر دوت. حسيته اتكسر كده قدام عياله وكده يعني. فبجد يعني مقلب كان انا صدقت. بس لما لقيت الموضوع كده واختفاء حمدي ومش عارفه ايه وايه والجو ده، لا ما صدقتش. بعد كده فيه حاجات كتيره بينت ان وفاء عارفه المقلب ده. يا رب الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه.